مساكم الله بالخير ويا اهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. واليوم طبعا فرحة العيد، نهنيكم في هذا العيد السعيد، عيد الفطر في العام 1434. رغم ما يحصل في العالم الإسلامي من جراح، ما يحصل إخواننا في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم، إلا أننا نحتفل الحمد لله بهذا العيد بين أهلنا وأحبابنا وأصحابنا وأقاربنا. هذا العيد اللي له فرحة وطعم خاص. طبعا يقولون أن الإعلاميين ما يفرحون بعيدهم. ليش؟ لأنهم قاعدين قدام الشاشة يفرحونكم أنتم مشاهدينا الكرام، سواء كان من متابعين خالد اليمني أو متابعين عبد الله السعدي أو متابعين الإعلاميين اللي يعزون علينا، اللي جالسين الإعلاميين في التلفزيون يسعدونكم أنتم في هذا العيد الفطر المبارك. أنا بعد البدء أتقدم بخالص التهنئة أول شيء لأقاربي ولأولادي وزوجتي وأيضا لزملائي، وأخص بالزميل الأستاذ عبد الله السعدي المتواجد معنا وديما يستاهل أحلى تهنئة بالعيد. ولمن يتابعني خلف تويتر والفيسبوك والكيك وجميع والمن يتواصل معي والله عن طريق الواتساب، يعطيهم العافيه وبيض الله وجههم في هذا العيد السعيد، عيد الفطر. واكون معكم ان شاء الله باذن الله عز وجل في ايام العيد، حتكون ان شاء الله من منطقه قصر الحكم، وايضا من الاستاذ الامير فيصل بن فهد، ومن ايضا موقع الساحه الشرقيه، ساحه امانه بن الرياض. ننقل لكم الفعاليات بتكون باذن الله عز وجل على الهواء مباشر عبر شاشه الاماكن. ابو ديما كل عام وانت بخير وعيد سعيد علينا وعليك. الله يخليك ان شاء الله، كل عام وانت بخير عليك اكيد وعلى احبابنا بالتويتر وبالفيسبوك ومتابعينا وين ما كانوا. وعلى فكره في متابعين ما عندهم تويتر وفيسبوك الا اننا ما ننساهم، ونقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وبركه عيد الفطر المبارك. ايام مضت سبحان الله، رمضان يعني مر سريع، لكن أتمنى إن شاء الله أن الله يجعلنا من عتقائه من النار ومن الفائزين بإذن الله تعالى. وكل عام وأنتم بألف خير، وعسى ينعاد عيدكم أعياد وأعياد إن شاء الله، والحمد لله على الخير والنعمة والصحة. كل المتابعين أكيد مثل ما قال خالد أننا نحتفل معهم من خلال الشاشات، وأتمنى إن شاء الله أن نقدم لهم شيء يبغونه. ودائما معروف يعني لا تحسبون ان الاعلام يدخل ويقدم وكل شيء، لا، 3/4 وقت الاعلام هو بريك، ياخذ كان اهلك، يبقى الوقت الربع يعني تقريبا يا الله تقدر تخليه مع اهلك واقاربك مثلا واصحابك. يعني مثلا في العيد انا اكون مثلا والله لا اخفيك يعني في الرياض، ما راح اكون يعني مسافر مثلا مع الاهل كلهم يسافرون، الا انا تقريبا جالس في الرياض. لكم المشاهدين الكرام انتم بتكون معكم عبد الله الظاهر، بتكون اكيد ان شاء الله بنكون معاكم على صباح السعوديه. اتمنى ان شاء الله انه نقدم الشيء اللي تبغونه وما اطول عليكم. انا وخالد باقي نص ساعه للسحور اتوقع. نتسحر والله ابد نتسحر، ودنا بس نعزم المشاهدين يا ليت ان شاء الله. طيب ونقول لكم كل عام وانتم بخير وعيد سعيد علينا وعليكم. وتابعونا في تويتر، تابعونا في الفيسبوك، تابعونا في المواقع التواصل الاجتماعي، واعذرونا اذا ما ردينا على احد، والله العظيم يعني ان ودنا الكل نرد على الناس سواء من يراسلنا في تويتر ولا فيسبوك ولا الواتساب. انا اعتذر منهم اعتذار شخصي، يعني حتى انا كاتب عندي في الواتساب لا استطيع الرد على الجميع، من يرد بي الاتصال بي، لكن اعذروني ما قدرت ارد على كثير من الرسائل. حتى زميل عبد الله يمكن بعد يتحرج في اتصالات في رسائل، يعني ما ترد عليهم كثير، يحسبون انك كذاب. لا يحسبون انك كذاب. الوقت مو لك يعني الوقت يعني بعض الناس يتوقع انك جالس على تويتر طول يومك 24 ساعه، صح، وهذا خطا. يعني احنا نفرغ اوقاتنا. انا بالنسبه لي اذا قمت من النوم وافطرت وجلست شوي اقعد على تويتر اشوف ايش الجديد، وبرضه قبل النوم اتواصل مع الناس والمتابعين الكرام ونشوف، يعني يسالوني بعض الاسئله متى نشوفك، متى تقدم برامج، متى. فانا اقول لهم دائما خليكم على تواصل معنا بتويتر، راح تلقونا نغرد بالاشياء المفيده ونغرد برضو بالبرامج اللي ان شاء الله انها تعجبكم. عبد الله وش تقول رساله توجهها للاهل اللي 3/4 وقتك خذها الاعلام، والاهل
اللي دائما صبروا واللي ربوا عيالك طبعا أكيد ما في شك. العيد جماله هو بالجمعة الأهل، وكم من شخص يعيد برا السعودية يتمنى أنه مع أهله، مع زوجته، مع أخوانه، مع أهله، مع أمه، مع أبوه. فأنا أقول لهم كل عام وأنتم بخير، ولمة الأهل هي أجمل شيء. والأهل سبحان الله يعني جلستي أنا وخالد الهندي مثلا هذه جلسة أهل أنا أعتبرها، لأن المعزة أكبر من الصداقة. طيب ايش رايك نروح نسحب؟ ترى الوقت ميعادنا الحين وقت، والحين احنا متاخرين بالليل، لكن نقول لكم كل عام وانتم بخير وعيد سعيد علينا وعليكم، ونشوفكم ان شاء الله في مناسبات حلوه وتغطيات حلوه وايضا فعاليات حلوه. وما شاء الله هالمكان الجميل نتمنى نستضيفكم ان شاء الله في يوم من الايام، بس ترى على حساب عبد الله ما يقصر والله كريم. كريم ابو كريم. هذه ورده، هذه من هنا نقلك للناس مستاهلون والله يستاهلون حقت العيد، لا تقولون سارقها من الفندق. هذه ورده ما شاء الله تبارك. الورده هذه هديه لكم من عبد الله، يعطيكم العافيه، في امان الله، كل عام وانتم بخير وعيد سعيد علينا وعليكم. سعودكم.